بعد ما اشترينا المنتج وبعد ما اشترينا الخدمه ما لقيناش السبورت وما لقيناش خدمه ما بعد البيع، وكان الحل انك تخبط دماغك في الحيط. براندز كتير لما بتسأل عليها أول رد فعل خدمة العملاء بتاعتهم سيئة جدا. كتير قوي تعرضنا لمواقف تضايق من شركات كتير وبراندز كتير ومشهورة قوي في شركات زي شركات الاتصالات. بعد ما تكون انت بتدفع مقابل السيرفيس كل شهر ما بتلاقيش السبورت اللي انت عايزه. في المقابل في شركات مقومة البيزنس كله على البوند اللي بينها وبين الكاستمر. شركة زي زابوس، شركة مجرد ان هي كانت بتقدم أحذية، لكن كان الكلام دايما من العملاء والورد اوف ماوث بتاعهم على قد ايه الشركة دي بتراعي عملاء، قد ايه الشركة دي في بوند بينها وبين الكاستمرز، لدرجة ان هم لما كانوا بيبيعوا كانوا بيدوا ضمان على الأحذية شهر واتنين، ووصلوا لغاية سنة كاملة تقدر ان انت ترجع الأحذية بتاعتك وتقدر ان انت تاخد ريفاند كمان على الفلوس اللي انت دفعتها. فكانت الناس بتشتري واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي الاخر بيشوفوا ايه المناسب ليهم ويرجعوا الباقي. طب هل ده فرق في المبيعات؟ فرق اضعاف واضعاف واضعاف في المبيعات، لغاية لما امازون كمان اشترتها. كل شركة فيها قسم قوي تقدر تقوم عليه الشركة كلها. لو لقيت القسم القوي اللي عندك في الشركة ابني عليه الشركة، وهو ده القسم اللي هتقدر بيه تخلق الورد اوف ماوث وتخلي الشركة تكبر وتستمر.